كيفكم حبايب قلبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. نورتوا مطبخي مطبخ فيروز زخانم. اليوم رح نعمل مع بعض أكلة دافية وطيبة كتير من الأكلات التقليدية اللي كنا منحبها، الفاصوليا البيضاء بطريقة ولا أطيب ولا ألذ من هيك. سهلة التحضير، مبتاخد منكم مجهود. يلا نشوف طريقة التحضير مع بعض خطوة بخطوة. بالنسبة لمكونات طبختي اليوم، عندي هون بالبداية 2 كوب فاصوليا بيضة حب، حوالي 750 غرام. نقعتها قبل بليلة بمي عادية من الحنفية حتى تفتح عندي ويسهل سلقة وقت الطبخ. وعندي هون كيلو لحمة غنم قطع. أما المطيبات، عندي بصلة، فلفل أسود، هيل، رنفل، ورق غار. عندي هون زيت نباتي، معلقة أكل سمنة، حبتين بصل حجم وسط، دبس بندورة، معلقتين صغار بهار مشكل، معلقة صغيرة بابريكا، ملح حسب الرغبة، ورح ضيف حوالي 3 لتر مي مغلية. هلأ بالبداية رح نزل شوية زيت نباتي واتركه يسخن شوي، وبعدين رح نزل اللحمة ورح استمر بتقليب اللحمة حتى تاخد لون بسيط على الوجهين، وانتبه ما تنحرق عندي. وهلأ بعد ما جهزت اللحمة رح نزل المطيبات، ورح حط مي مغلية حصرا. أما الملح ما بضيفه نهائيا حتى ما تشد عندي اللحمة وتقسى. وهلأ بعد ما غليت عندي المي تماما، طبعا قمت الزفرة اللي طلعت على الوجه، رح سكر طنجرة الضغط واتركها على نار هادية لمدة نص ساعة. ولبين ما تصير اللحمة عندي جاهزة رح جهز هلأ الفاصوليا. حطيت هون الفاصوليا وغمرتها بالمي، وهلأ رح حطها على نار عالية حتى تستوى تماما. طبعا خلال سلق الفاصوليا رح تطلع عندي رغوة، رح قيمها واتخلص منها. وهلأ بعد نص ساعة صارت اللحمة عندي جاهزة، وبعد نص ساعة استوت عندي الفاصوليا وبقيت محافظة على شكلها مثل ما شايفين. طبعا ممكن تاخد وقت أكتر حسب نوعية الفاصوليا عندكم. هلأ رح صفيها واتخلص من المي. وهون مية اللحمة بعد ما صفيتها طبعا رح استخدمها بطبختي، بتعطي طعمة ولا أطيب. بالبداية نزلت معلقة السمنة وشوية زيت نباتي، وهلأ رح نزل البصل بعد ما قطعته بشكل ناعم، ورح قلبه لحتى يدبل تماما وما يتغير لونه عندي. وهلأ بعد ما دبلت عندي البصلة رح نزل اللحمة والبهار المشكل، البابريكا، ورح حركهم مع البصل حوالي دقيقة. رح نزل هلأ دبس البندورة، بياخد حوالي من 10 ل 12 معلقة أكل. طبعا تختلف الكمية حسب نوعية دبس البندورة المتوافر عندكم. رح حركها حوالي دقيقة إضافية. وهلأ رح نزل مية اللحمة، رح ضيف شوية ملح حسب الرغبة، ورح نزل هلأ نكهة إضافية بتعطيها نكهة ولا أطيب، معلقتين أكل دبس رمان، فيكن تستغنوا عنها إذا مو حابين بس بنصحكم فيها. وهلأ رح أتركها تغلي على نار وسط حوالي ربع ساعة. وهلأ بعد ما عقدت عندي شوي المرقة رح نزل هلأ الفاصوليا، رح حركها واتركها تغلي بدون ما غطي الطنجرة حوالي نص ساعة إضافية. وهلأ الفاصوليا صارت جاهزة عندي، رح اسكبها بصحن التقديم.
وبهيك بتكون أكلتنا صار جاهزة اليوم. الريحة والطعمة ما فيني أوصف لكم إياها قديشها لذيذة وشهية. قدمتها مع الرز بشعيرية ورشيت على وجهها بهار مشكل. بنصحكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها بالتعليقات، وتخبروني من أي بلد بتتابعوني. وبنهاية الفيديو شكرا حبايبي للمتابعة، شكرا لوجودكم الحلو معي. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة حتى تكبر عيلتنا أكتر ويوصلكم كل شي جديد. بحبكن كتير من قلبي، من فيروزة خانم. سلام.